هرادي عزيات. شفت يا اخي والد عمك عوضين غلط فيا. غلط فيك كيف يعني؟ والله يا اخي انا كنت قاعد يعني قدام بيته كده، هو حاطط له دكه يعني، وانا قاعد عليها وهو معاه ناس ضيوف جوا يعني، فطلع بيقول لي هذه اللي مقعدك هنا انت بتتسند علينا، يا تقوم يا من هنا، يا اللي اختشى ماتوا. يعني هو قال لك اللي اختشى ماتوا؟ ايه قال لي اختشى ماتوا. طب وايه فيها دي؟ كيف يعني ايه اللي فيها يعني؟ مش بيشتمني كده ولا ايه؟ هذا اللي اختشى ماتوا دي مثل قديم يعني، الناس بياخدوه مثل يعني، بيقول لك يعني اتكسف على دمك وقوم من هنا. كيف يعني مثل يعني؟ يعني مثل شعبي يا واكل ابوك، مثل شعبي وليه قصه كده قديمه يعني، وعشان كده المصريين بيجوا يقولوا يعني ايه على المواقف اللي زي دي اللي اختشى ماتوا. يا راجل طب ما تحكي لي القصه دي الله يبارك فيك، نبغاك فيها ثواب يعني. ماشي اسمع. عارف زمان ايام المماليك؟ مماليك؟ مين المماليك دول؟ مش دول اللي جنبينا دي في البلد اللي جنبينا؟ كيف يا اخ ابوه؟ يا دي المماليك دول كانوا بيحكموا مصر زمان. ايه يعني كانوا بيحكموا مصر زمان قديم يعني بدري. ايوه بدري قديم. طيب ايه يعني ايه مالهم يعني؟ ايه اللي حصل فيه ده يعني؟ مالهم العمليه حصريه يعني؟ يا رد يا راجل ابوك، يا راجل ابوك ايام المماليك. دلوقتي انت مش عندك حمام في البيت وبتستحمى؟ ايه يا اخي والله جايب سخانني، سخان اللي هو اللي بتاع الاولمبيك ده 50 رتل. طب ماشي ماشي. المهم زمان ما كانش في حمامات في البيوت يعني، الناس لما كانت تستحمى كان في حاجه اسمها حمامات عموميه. حمامات حمامات عموميه ازاي؟ يد عموميه يا عقل ابوك، عموميه يعني الناس كلها تروح تستحمى فيها. واه الناس كلها تروح تستحمى في العموميه كده قدام بعضيها؟ لا كان في غرف يعني كده، وبعدين ما كانش يعني بيبقى كلهم مع بعضيهم يعني. يا راجل يعني وحريم ورجال على كده كانوا بيروحوا يستحموا فيها الحمامات العموميه دي؟ ايوه بس كانوا مخصصين ايام للحريم وايام للرجاله، ما كانوش كلهم يعني مع بعضيهم يعني. فكان في اليوم ده يعني كان في الحريم، يوم الحريم يعني او السيدات يعني بيستحموا. تمام. طبعا الحمامات دي كانوا بيولعوا زمان فيها خشب، والخشب ده عاملين له زي انابيب بتطلع فيها البخار، يروح الواحد ايه في حته كده عامله زي الفصاحه، بيبقى قاعد هناك كده في البخار. تمام. وحاطين يعني بشاكير كده على نصهم يعني عشان ما يشوفوش يعني الحاجات يعني. المهم قوم راحت ايه في اليوم ده اللي بيستحموا فيه الحريم، ولعت النار. لا اله الا الله يا راجل، وحصل حاجه؟ ولعت النار في الخشب يعني، والحمامات دي كانت مسقوفه اصلا بالخشب والكلام زي ده، فالدنيا ولعت كلها في بعضيها. يا بيي طب وايه اللي حصل بعد كده؟ والناس اللي جوا عملوا ايه؟ الناس اللي جوا دي طبعا حريم كلهم سيدات يعني، وقاعدين عرايا يعني او شبه عرايا يعني، فهيعملوا ايه لو قعدوا جوا في الحمام؟ النار هتاكلهم، يا اما يطلعوا يطيروا ويطلعوا برا في الشارع. ايه صح والله فكره. ما لو طلعوا في الشارع الناس هتشوفهم هم عريانين. ايوه صح ايوه ايوه. ايه اللي ايوه انت كل حاجه اقول عليها ايوه صح ايوه صح. معلش يا طب وايه اللي حصل بعدين يعني بعد ما قامت النار؟ في ناس من الحريم دي قعدت بيتكسفوا يعني او اختشوا ان هم يطلعوا في الشارع عريانين كده، وفي ناس تانية راحت هربت من النار جوا وطلعت في الشارع عادي يعني ما اختشوش يعني. ايوه. قوم بعدين راح جه صاحب الحمام، كان في مخلي له واحده يعني زي بتحرس المكان كده، بيقول لها ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ قالت له والله النار ولعت في الحمام واديك زي ما انت شايف. قال لها طب وايه اللي حصل يعني؟ في حد مات ولا حاجه ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ قالت له والله في ناس جوا دول ماتوا، واللي طلعوا في الشارع دول فلتوا بجلدهم يعني ما ماتوش. قال لها طيب ولا يعني لما هم اللي جوا طب ليه ما طلعوش يعني؟ قالت له والله اكيد يعني الناس اتكسفوا او الحريم اللي جوا دي اتكسفت واختشت ما تطلع في الشارع كده فماتوا، عشان اختشوا ما يطلعوا في الشارع عريانين ماتوا، واللي ما اختشوش طلعوا برا في الشارع وفلتوا بحياتهم. عشان كده بقي يقولوا اللي اختشوا ماتوا.
ياه، كل القصة الطويلة العريضة دي عشان يبقى اللي اختشى ماتوا؟ مش انت قلت عايز نسأل عليها ونشوفها شتيمة ولا مش شتيمة؟ ما انا قلت لك حكايتها هنا. قوم كده من هنا يا واكل ابوك، قوم.